صبحكم الله بالخير اخوتي اخواتي الاعزاء. طبعا لاول مرة تصير تفقيسة وما ادري بيها. طبعا انا حاسب لها ومنتظر والحمد لله والشكر. ان شاء الله نوافيكم وبكل جديد ان شاء الله. التفقيسة الجديدة طبعا هذا الديك الاسباني عزلته من الديك البولوني يتعارك وياه، وهلا الريش ماله. هاي محمية مال الدجاج البراهمة. طبعا قطعا ما اعرف ليش سبب، ما ادري ليش قطعا، لكن اشوف لمسة يد ان شاء الله. هاي ام نعيم ان شاء الله على وجه بياض. هاي الدجاجة الصفرة بيض طبعا. وهاي الدجاجة الشوكية بعد هي. لأني الحمامات عن تعاركات احتمال خربات عشن، لأن هالتار وعدت ولد من أصدقائي أنطيه له. أنا أريد أن بس هذا الزوج وأشوفهم يعني كاثرة أنطي ما أعرف. ذني الإهراتيات. هاي الدجاجة الإهراتية منتظرينها تبيض ونشوف تبزيرها. طبعا ذني الفروجات واحد من عندهن عالجته ما أعرف. أنا خاف على ذني خليه يموت، لكن خاف على ذني مرضى. هاي الدجاجة الكوشن طبعا حنينة على البيض جدا، لكن مو مثل ام العبيد تنقر عاري كلش وقت. ذني الكتاكيت سبحان الله ما شاء الله صحتهم زين، لكن هواي صار بين هلاكات. طبعا البراهمة كانن 6 صفن 2، وهسه 2 إذا نجحن هم نعمة.
طبعا ذاك الشوكي حصيلة 30 بيضة، طبعا 4 ماتن 3 بقى هذا الواحد. والحمد لله اللي يجي منا الله نعم الله. أمس نظفت المكان مالهين وعقمته، وما أعرف بعد على الله. هذا قلت لكم خون، طبعا اليوم حتى ما أكل، وما أعرف جبت له إبرة مدة 3 أيام ونفس الحالة ما تحسن. اخواني رجعت لكم وتحديدا من الحديقة. طبعا تشاهدون هاي النبتة مال الطرح ماكلاتها. طبعا الأكثر هسه الفخاتي أكثر من العصافير، يأذن المزرعة جدا جدا. هاي ماكلاتها وهي بدأت تسهر ومنتظرها. الحمد لله والشكر. لكن الحمد لله البامية خضارها حلو، وهاي ما شاء الله التكية. بختام هذا الفيديو لا تنسون دعمكم باللايك والاشتراكات، حتى نطور من القناة ونطور من إنتاجنا وتجديد يصير بالقناة، لأن تسوون لي واهس أجيب دواجن وأجيب حيوانات جديدة، أجيب هامستر، يجوز أجيب أرانب، شوف شنو اللي يتكاثر وبجمالية. ختام هذا الفيديو استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.